الحاجة كيوت دي لما مرات ابنها ضربتها الناس كلها كانت ضد مرات ابنها. وطبعا قالوا ست كبيره وازاي تسهلها، بس انا بصراحه كان ليا نظره تانية. يعني لما كان حد بيجي يكلمني في الموضوع بقول لهم يا جماعه البنت دي عشان توصل للمرحله دي اكيد حست بقهر مش طبيعي، والحمد لله هي طلعت بلسانها الجميل ده وطلعت قعدت تحكي وتتكلم وطلعت كل اللي جواها، لان هي دي طبيعتها فبتتكلم بسلاسه. قال لك الحما مش هي اللي بتتضرب، لكن معروف ان مرات الابن هي اللي بتتضرب من حماتها، وبعدين بتتخانق معايا وعايزه تاكل وتشرب وعايزه فلوس وبتقول اني مجوعاها. مبدئيا العيب مش عليها، هو العيب على الراجل اللي هي اتجوزته، البنت اتجوزته. العيب عليه انه ياخدها يرميها في بيت عيله حماتها تبيع وتشتري فيها، حتى الفلوس مش بيبعتها لها هي وبيبعتها لحماتها عشان حماتها هي اللي تحدد تاكل ايه وتشرب ايه، وعندهم بنت تعبانه. البنت عشان توصل لمرحله القهر دي انها تمسك الست دي وتسحلها كده، ده غل يا جماعه، غل السنين. اللي هي وصلت لمرحله انها مش قادره تعمل كنترول على نفسها، في الاخر بتلوموا على البنت. هو اللوم على الراجل اللي خلى امه تبيع وتشتري في مراته. يعني المفروض ان دي فلوسها توصل لها منه، مش امه هي اللي تتحكم تاكل ايه وتشرب ايه. يعني دي المفروض يبقى ليها مصروف بيتها، ليها حياتها الخاصه. هو يا جماعه اني مبدا ده بيقول ان مجرد ان الشخص يتجوز ست فهو يخلي امه تتحكم فيها. هو ايه علاقه الست دي بالست اللي انت اتجوزتها؟ دي امك انت، يعني تبعدها تماما عن حياتك الزوجيه. حياتك الزوجيه دي تخصك انت ومراتك، انتوا اللي تحددوا هتعملوا ايه. ان اي حد يتخيل انه مجرد ان هو اتجوز واحده ان هو يخليها عده ليه ولاهله وتبقى تحت رحمتهم. انا بصراحه ما بلومش على الحاجه كيوت دي لان دي طبيعتها. وعيب على الراجل اللي بهدل مراته، عيب على الراجل اللي نزل فيديو لمراته وفضحها. بطلوا بقى فكره البنت ان هي عشان بنت اي حد من حقه انه يبيع ويشتري فيها. مفيش اي دين في الاديان بيحلل ده، مفيش اي حاجه. الست دي بتكرم، الست دي زي ما حضرتك كده عايزه ابنك يكرمك، فهي برضو ست وزوجه وعندها طفله ومفروض جوزها ده يحطها فوق راسه. طبعا في ناس كتير مش هيعجبها كلامي بس تمام، ده رايي. يا رب البنت تخرج بالسلامه. طبعا في ناس كتير بتقول ان هي خرجت بس انا مش متاكده عشان بنتها كمان تعبانه، ربنا يشفيها لها. انت عارفه بس انا اللي مضايقني ايه؟ ان انت ما كانت واحده زي دي ما كانتش تستاهل ان انت تخشي حبس عشانها، لان دي بجد ما تستاهلش.